اليوم جيتكم بتدبيره ماشي وصفه كما نعرفوا رانا في موسم الفراز ولا الفراوله شيتها غير ب 10000 راح نحتفظوا بها لمده طويله في الثلاجه كما نصنعوا بها العصائر. قاعدين نصنعوا بها الفراج فراز اللي رستوروا بينا في المحلات وكما قاعدين نحتفظوا بها حبش نزينوا بها لي تغتولات. وبلا ما ننساو المعجون نجيبوا الكميه تاعنا تاع الفريزه اللي كنا غسلتها مليح ونقيتها قسمتها على 4. الكميه الاولى راح نديروا بها المعجون كما راكم تشوفوا نديروا الكميه تاعنا تاع السكر والفريزه ونديروها فوق النار. بالنسبه للكميه الثانيه اللي راح نخدموا بها الفراج فراز اللي كنت قطعتها بتيدي ودرتها في كاسرونه زدت لها 2 مغارف تاع الفريزه. بالكميه الثالثه اللي راح نحتفظوا بها باش نصنعوا العصائر وجاي الصيف ونديروا بهم حاله في الطاسه تاعنا نديروا الكميه تاعنا تاع الفريزه نزيدوا عليها 2 مغارف تاع السكر ميكسيون برا ميكسيون من ميكسيوش مليح باش ما يخرجش كامل هذيك الماء تاع الفريزه. نحتفظوا بهم في هذو لي بات اون بلاستيك اللي شريتهم من عند لوازم الحلويات ونديرهم في الكونجيلاتور. بالنسبه للكميه تاعنا الرابعه اللي راح نحتفظوا بها حبش نزينوا بها لي تغتولات تاعنا وما من ديسير. بعد ما طمعنا هذوك الفراج وبرد نعمروا في هذو البلارات تاع الدجاج ونديروه في الثلاجه. بالنسبه للمعجون تاعنا انا نحبوا يتعلق وانتم طيبوه كما حبيتوا. ان شاء الله عجبتكم تدبيره اليوم. نتلاقى في وصفه جديده ولا تدبيره.